ثلاث لاعبين من اللاعبين الجدد اللي كانوا في هذا المعسكر المنتخب المغربي ضمنوا بنسبة كبيرة تواجدهم في قائمة المونديال، إلا إذا وقعت شي إصابة لبعضهم لا قدر الله، لأنهم قدموا أوراق اعتمادهم بقوة، ولأنه ربما هذا هو آخر معسكر، أول وآخر معسكر قبل انطلاق كأس العالم. ونبداو باللاعب الأول اللي هو عيسى ديوب، المدافع اللي في هذا المعسكر اختار حمل قميص المنتخب المغربي بصفة نهائية. لعب مباراتين، أولا لعب المباراتين بجوج ضد الإكوادور وضد الباراغواي رسمي، ولعب الدقائق كلها. وفعلا عيسى ديوب بين انه هو هذاك المدافع اللي كنا كنحتاجوه من مده هذه، خصوصا في كاس افريقيا، فما بالك بكاس العالم الاكثر صعوبه من كاس افريقيا. عيسى ديوب كيمتاز ببعض المميزات اللي كتبين لك انه عندنا اصبح لدينا مدافع اللي قوي في نقاط مهمه على مستوى خط الدفاع. اهم ميزه انه لاعب ذكي في التحركات ديالو، وذكي في استخلاص الكرات بدون عنف اذا ان صح التعبير. ثانيا لاعب قوي في النزالات الثنائيه خصوصا الهوائيه، كيربح معظمها او كلها. وثالثا لاعب اللي شرس وكذلك كيعرف يخرج بالكره بشكل جيد، يعني الا بغيتي تبني الهجمه من الخلف، مدافع اللي قادر انه يبني الهجمه من الخلف. صراحه في هذه المباراتين برا انه يعني صراحه ممكن نقولوا دابا حاليا في الوقت الحالي افضل مدافع في قلب الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. الحاجه السلبيه اللي لاحظتها في انه في هذه المباراتين خدا بطاقتين صفراوتين، ولو انه مباراتين وديتين، لو انه وحده فيهم اللي كانت البارح يعني كانت قرار ذكي منه انه يدير واحد الخطا اللي خلاه ياخذ بطاقه صفراء، لانه لو انه ما دارش ذاك الخطا التكتيكي كان ممكن ان اللاعب ديال الباراغواي يمشي ينفرد مع بياسين بونو. فعموما عيسى ديوب الاسم الاول اللي كنشوف بنسبه كبيره، الا اذا لا قدر الله تصاب، فبنسبه كبيره غيكون ان شاء الله في اللائحه ديال المونديال، وربما غيكون كذلك اساسي في المباريات. الاسم الثاني هو سمير المرابط. سمير اللي لعب دقائق قليله في المباراه الاولى ضد الاكوادور، اللي عطات واحد الانطباع جيد عنه المدرب محمد وهبي، واللي خلات وهبي في المباراة الثانية يوم أمس ضد الباراغواي يدخلوا كأساسي، وقدم كذلك أمس مباراة مثالية. اللاعب اللي ممتاز جدا في الربط بين خطي الدفاع والهجوم، لاعب اللي كيساهم بشكل جوهري في بناء الهجمات وبناء اللاعب بسلاسة وبسرعة، لدرجة أن الكرة بين الوسط والهجوم دغيا كنشوفوا الهجمة صافي بدات للمنتخب المغربي، دغيا راهم غاديين في هجمة جديدة بالتمريرات السريعة ديالو والذكية بين الخطوط. علما انه اول مباراه اللي بقميص المنتخب المغربي ومازال ما كاينش واحد الانسجام تام 100%، ولكن شكل مع نال العناوي ثنائيه رائعه جدا في خط الوسط. فسمير مرابط كذلك اسم اللي اذا ان شاء الله بقى غادي بات النسق تصاعدي حتى مع النادي ديالو وما كانت شي اصابه، غيكون ان شاء الله في لائحه المونديال. الاسم الثالث اللي ممكن البعض ما